الحكايه عن بيسان اسماعيل ودخولها المستشفى. فمن الواضح انه بيسان اسماعيل كلش تعبت بعد التعب والجهد اللي سوته باغنيتها الجديده من تصوير فيديو كليب وغيره، فنزل شويه ستوريات وهي من داخل المستشفى وواضح عليها انه هي كلش تعبانه، فبسلامتها يا رب ان شاء الله ما بها الا الخير والعافيه. وهذا الستوري اللي نزلتها اللي كانت امها يمها، واضح مثل ما شايفين انه شلون هي تعبانه وحاطين لها مغذي يمكن، فلا تنسون يا حبايب تدعوا لها بالكومنتات بالشفاء العاجل. ننتقل حاليا فضيحه نارين بيوتي وشلون هي سرقت اغنيتها الجديده. فانتم تعرفون انه نارين بيوتي نزلت اغنيه على حسابها بالتيك توك كانت موجهه للوطن العربي كامل، قاعده تغني لكل الوطن العربي وتذكر اسماء الدول العربيه وتلبس لبس نوعا ما يمثل هذه الدوله. ولكن نارين بيوتي طلع على الصارخه هذه الاغنيه من بنيه اسمها شاكيرا اللي نزلت نفس الاغنيه بالضبط تقريبا من حوالي شهرين ونفس الفكره بالضبط، ولكن الاغنيه كانت موجهه لقاره امريكا الجنوبيه اللي هي بها دول البرازيل والارجنتين وغيرها من هذول الدول. فنارين بيوتي يا حبايب جابت نفس الفكره بالضبط ولكن حولت الكلمات الى الكلمات العربيه والدول العربيه. فبعد ما انتشرت اغنيه نارين بيوتي جاء هوايه انتقادات وتهجم انه هي سارقه الاغنيه وسارقه فكره الاغنيه. راح اعطيكم اللقطات تشوفوها يا حبايب مال الاغنيتين واكتبوا لي بالكومنتات هل تشوفون الموضوع فعلا تقليد او مجرد نارين عجبتها الفكره وحبت انه تسويها باللغه العربيه. عربيه عراقيه عربيه والاردنيه عربيه قطريه عربيه مغربيه عربيه والسودانيه عربيه والبحرينيه عربيه لا لاتينا لا لاتينا فنزولانا اكوادوريانا بورتوريكانيا دومينيكانا. وعلى سيرة السرقة يا حبايب فبيسان اسماعيل همين جهة اتهامات انه هي قاعدة تقلد الشامي باغنيتها الجديدة اللي بعنوان مثل الاميرة. فبالنسبة للاشخاص اللي شافوا الفيديو كليب كلهم يعرفون انه اكو شبه كل كبير بين اغنيتها وبين اغنية الشامي، انه نفس الاسلوب ونفس الشكل ونفس طريقة التصوير مال الفيديو كليب. راح اعطيكم اللقطات تشوفوها اكتبوا بالكومنتات هل تشوفون الموضوع فعلا تقليد او مجرد صدفة مو اكثر. خيالة انا خيال بحبالي انا الخيال حايك نجوم الليل نجوم الليل حالف لشوفك ننتقل حاليا لام نارين بيوتي وعيد ميلادها. فامبارحه كان عيد ميلاد ام نارين بيوتي، كل عام هي بالف خير وعقبال 100 سنه ان شاء الله. وطبعا شيرو نزل واحد من الصور على حسابه بالانستغرام الامويه الكيكه وقاعدين مسوي لها حفله، فلا تنسون يا حبايب نتباركوا لها بالكومنتات وتعيدوها بمناسبه عيد ميلادها. ننتقل حاليا لام بيسان اسماعيل والمقابله اللي سوتها. فام بيسان اسماعيل طلعت بمقابله وصار يسالوها على احباء بيسان اسماعيل السابقين وانه شنو رايك بالناس اللي ظل يحجون على بيسان انه هي من ولد لولد ومن هالحكي. فام بيسان اسماعيل صارت تقول انه هذه ضريبه الشهره، انه شيء من الطبيعي انه لما تكون مشهور الناس تتدخل بحياتك وبخصوصياتك بزواجك وعرسك وغيره. قالت ولكن بالنهايه انه هم صفحتهم بيضة وانه بيسان روحها ابيض وما عندهم اي مشكله وهذه مجرد ضريبه الشهره. راح اعطيكم اللقطه تشوفوها. حياته الخاصه عند كل الفنانين، يعني اعطينا هلا فنان ما عنده مشكله بحياته الخاصه، يعني كل الفنانين يعني بسمع انا قصص فنانين وطلاق وزواج هاي موجوده عند كل الفنانين. هي الشهره، هاي ضريبه الشهره. الناس تدخل حالها بخطبتك بعرسك بجوازتك باولادك بكل شيء كله محسوب عليك. الابيض هو الصفاء والنجاح، مو شرط يكون عرس، النجاح هو ابيض، صفاء الروح هو ابيض، والعرس اخر شيء نفكر فيه. وهي اميره بالبقى تكون أميرة، والحمد لله إن شاء الله متوفق بهالغنية. غنية كتير كتير قوية وإلها معاني، والبنت شو ما صار معها لازم تحافظ على كبريائها، الحب مو كل شيء. يعني ونفس الشيء بيسان اسماعيل همين يا حبايب طلعت بوحده من المقابلات على مود وترد على بعض الانتقادات اللي تجيها. فبعد الحفله الاخيره اللي صارت سواء الحفله مالتها او حفله عرس شيرين بيوتي لمن بيسان اسماعيل طلعت وغنت، وبوقتها هوايه جاها انتقادات انه صوتها نشاز وانه صوتها مو حلو وانه هي بس تعدل على صوتها بالبرامج. فبيسان اسماعيل طلعت وقالت انه هذول الناس هم اساسا ما يفتهمون بالموسيقى وقاعدين يحجون وانا متفهمه هذا الشيء، وانه هذول اساسا الناس ما عندهم اي خبره بالموسيقى. وقالت انه هي ما عندها اي مشكله، همين اكيد قاعده تحاول انه هي تتدرب وتطور من نفسها، وانه حتى الفنانين الكبار اكو صوتهم مرات يكون نشاز ويحاولون يتدربون على مود تصير صوتهم احلى واحلى. فلتتفقون ويا كلام بيسان اسماعيل او لا؟ راح اعطيكم اللقطات تشوفوها. خضعت لدورات او لفوكاليزا وامور معينه لتصحيح الصوت اكثر، لان شفنا بالاونه الاخيره يمكن بيصطادوا بالمي العكرة جربوا يقولوا انه يمكن صوتك مش حلو. عادي يقولوا يعني، بس الفنانين والناس اللي بتفهم بالموسيقى بتعرف شو اللي صار معي يعني وبتفهمني. بس أنا ما بلوم الناس لأنه الناس ما بتعرف بالموسيقى وهالتفاصيل، فهمتي شو قصدي؟ بس الفنانين أو الناس اللي بتفهم بالموسيقى بتعرف. وأكيد أنا دائما بحاول أطور من حالي. أكبر الفنانين بيتدربوا على صوتهم وبيشتغلوا على صوتهم، فأنا كمان هيك وراح أضل أشتغل عليه إن شاء الله. ننتقل حاليا لمحمود ماهر اللي قاعد يودع دعاء من المطار. فمحمود ماهر نزل شويه ستوريات على حسابه بالسناب شات من المطار وهو يودع دعاء وقاعد يتمنى لها كل الخير ويقول انه هي قاعده تحقق حلم من احلامها وانه قاعده تجهز شيء كل كبير. راح اعطيكم اللقطات تشوفوها. طبعا يا جماعه دعاء مسافره، ليش؟ رايحه تحقق حلم من احلامها. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله توصلي بالسلامه. الله يسعدك ومع السلامه وتشرفنا فيكي.
ولا تعيدي اياه. السلام عليكم باي. وبس الوقت همين محمود ماهر نزل واحد من الستوريات اللي يوضح بيه شنو السبب اللي خلاه يختفي كل هذه الفتره، وصار يحمس المتابعين انه اكو شيء قادم كلش رهيب ونار وقاعد يجهز مفاجات قويه. فكتير حباب بالكومنتات ايش متحمسين الاشياء اللي حضرها محمود ماهر. بيسان اسماعيل تطلع وتتفاخر بنجاح اغنيتها الجديده اللي حققت اكثر من 10 مليون مشاهده باقل من 3 ايام. فبيسان اسماعيل طلعت بواحد من الستوريات وصارت تشكر متابعيها وتعطي نصيحه تقول انه هذا النجاح ما اجى بالساهل، انه هي تعبت وسهرت هواي على مود يجي هذا النجاح. فطبعا ان شاء الله الف مبروك على نجاح اغنيتها الجديده، واكتبوا لي بالكومنتات هل تشوفون بيسان اسماعيل بنيه ناجحه او لا. هاي كيفكن يا حلوين؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن يا جماعة. الحمد لله أغنية مثل الأميرة مسفحة بكل مكان، العالم كتير حبوها وانتو حبيتوها يا جماعة. بدي أحكي لكم شيء، إنه ما في شيء بيجي بالساهل والله أبدا. يعني أنا صار لي سنين عم بشتغل على حالي وعم بتعب على حالي لحتى عم شوف هالنجاح والقوة والشيء اللي أنا يعني كنت بحلم فيه. أوكي، فصار لي سنين عم بشتغل على حالي أنا الحمد لله. كتير مبسوطة، كتير فرحانة. شكرا كتير لدعمكم، شكرا لوقفتكم حدي. بيسان اسماعيل تنشر واحد المقاطع على حسابها بالسناب شات وهي ويا الطفل اللي يكون ابن مريم صديقتها، وقاعده تدلع وقاعده تلعب وياه. مقطع كلش يضحك وحلو وكيوت، راح احط لكم اياه شوفوه. هي حفظة تعملين له بابا. وبالختام يا حبايب على القمر الطاير والقصه اللي حكتها اللي من وراها هي صارت تبكي. فقالت انه هي طلبت واحد من العصاير ولما اجاها الدليفري وطاها العصير، وبوقتها عامل التوصيل طلب من عندها انه هي تجيب له مي، ولكن بعد ما جابت له مي وخلصت انقهرت عليه وصارت تبكي. وقالت انه هي حاليا صايره كلش حساسه من اي موقف صارت تبكي، وانه هي انقهرت عليه لانه هي السبب اللي خلاه انه هو يروح يوصل لها، وانه هو تعب هذا هو عطش. طبعا الموقف كلش غريب انه هو يخلي قمر الطاير تبكي. راح اعطيكم اللقطات شوفوها. فاخذت طلب منه دا دست الباب كان يقول لي دقيقه، دست الباب كان يقول لك اكسكيوز مي مام. قلت له يا استلمي. قال لي لو سمحتي يعني. قلت له يقول لي قال لي كان اي هاف واتر عادي مي. انا قلت له طبعا اكيد. كان اطب فتحت الثلاجه طلعت بطل مي وانطيت اياه. فيقول لك ثانك يو. سديت الباب حلو قهر. Is it normal او انا صار كلش ايموشنال؟ انقهرت عليه. بعدين تخيلت انه هو ليش اخذ مي، ليش قال لي يريد مي؟ الجو برا كلش حار يعني تعرفون انتو الظهر، فهو من ورايا طالع بهالحر انا حكوا بعض على نفسي صح؟ انه هو من ورايا طالع بهذا الحر وعطش وصار يريد مي. هل هذا شيء طبيعي؟ هل انا طبيعية او انا صار كلش ايموشنال؟ لانه صارت اتاثر باي شيء ما ادري ليش. فوالله حسيت نفسي اردبت شيء. او ماي جاد. اسمع والله انقهرت بحيث سديت الباب. ظليت مسوي لحظة ادراك ورا ما سديت الباب يعني. انطيت المي وراح. قلت انه او ماي جاد انا خليته يعني طلبت ماتشا وخليته يجي بالحر وعطش هو من الحر ما تحمل يعني. ف that was so bad. I felt bad for him. واضح انا قاعدة بالبيت ما جايد فيني. دا صرت كلش ايموشن.